بتتذكروا جريمة أنصار اللي صارت بال 2022 وذهب ضحيتها امرأة وبناتها الثلاثة؟ من كم يوم صدر عن محكمة جنايات بيروت قرار قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق اثنين موقوفين بعد إدانتهم بجريمة القتل. السؤال: هل في عقوبة إعدام بلبنان؟ بالحقيقة وفقا للقانون اللبناني لم تلغى عقوبة الإعدام كليا، إنما تنفيذها كان نادر لأنه بيشترط لتكون سارية المفعول تصديق عليها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واجه لبنان جملة ضغوطات من جمعيات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية اللي اعتبرت أن عقوبة الإعدام تشكل خرق للاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بال 2002. انقسم الرأي حول عقوبة الإعدام إلى رأيين: رأي مؤيد لعقوبة الإعدام لأنه اعتبره بشكل رادع للمجرم وبخف من جريمة القتل، أما الرأي المعارض كانت حجته بأنه عقوبة الإعدام لم تشكل رادع، وإنما نكون أمام جريمة نصير أمام جريمتين، والهدف من العقوبة ليس الانتقام إنما إعادة المجرم لانخراطه بالمجتمع بشكل سوي. وهلأ أنت اكتب لي بالتعليقات شو رأيك؟